السلام عليكم. مرحبا بكم. صديق يسأل صديقه: ما هي أسعد أوقاتك؟ الثاني: ما بين الثالثة والسادسة مساء. رد الصديق الأول متسائلا عن السبب قائلا: هل لأنك تنام في هذا الوقت مثلا؟ الثاني وبكل سرور: كلا، زوجتي هي التي تنام. لماذا يدعو أحد الأغبياء عائلته للاستحمام الجماعي؟ لأن الشامبوان المستخدم عندهم حجم عائلي. الابن: ماذا تفعل يا أبي؟ الأب: أكتب رسالة لعمك. الابن مستغربا: ولكن أنت لا تعرف الكتابة. الأب وبكل بساطة: هل عمك الذي يعرف القراءة أيضا؟ المرأة لزوجها: يجب أن تطرد السائق، لقد حاول قتلي مرتين. الزوج: هوني عليك يا عزيزتي وحاولي إعطائه فرصة ثالثة. أحد المرة ينادي مدمنا في الطابق العاشر ويقول: يا سعد، إن أهلك ماتوا في حادث. المدمن لم يتحمل الموقف ورمى بنفسه من النافذة. الطريف في الأمر أنه حتى وصل الطابق الأرضي كان قد تذكر أنه يتيم وأنه وحيد والديه، كما أن اسمه بالأصل وليد وليس سعد.